السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم لالا ستايبل. نتمنى تكونوا بطعم الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد تارت او كيك تجي رائعة، يعني بين تارتة وكيكة. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج 150 غرام ديال الزبدة تكون باردة، ضروري تكون باردة مزيان، 200 غرام ديال الدقيق، 70 غرام ديال السكر حبيبات، 60 غرام ديال سميدة رقيقة ديال الحلويات. غنحتاج 4 معالق صغيره ديال خميره الحلويات والروح ديال اللوز، غير قطرات من الروح ديال اللوز. وغنحتاج شويه ديال الملح، تقريبا واحد 4 معالق. غادي ناخذ الهاشوار، تقدروا تستعملوا غير لو بول اللي غادي توجدوا فيه الخليط. انا غنستعمل الهاشوار، اللي عندكم استعملوه، يعني اسهل. غادي نوضع فيه كلشي النواشف ديالي، الدقيق والسكر والسميده، وربع معلقه ديال خميره الحلويات. وغادي نضيف شويه ديال الملح كذلك، كيف ما قلت واحد ربع معلقه صغيره ديال الملح. غادي نضيف عليهم الزبده. غنضيف اولا الخميره من طبيعه الحال كيف ما قلت ربع معلقه، عاد غادي نضيف الزبده. كيف ما قلت الزبده ضروري تكون بارده مزيان مزيان. غادي نوضعها على النواشف ديالي، وغادي نخلط كل شيء حتى داك الدقيق يتلبس ليا كله بالزبده ويولي بحال مكسكس. تقدروا تستعملوا تقدروا ديروا هاد العمليه غير بيديكم باطراف الاصابع ديالكم، وتبقاو تكسكسوا في هذاك الدقيق في هذوك النواشف حتى يتشربوا كاملهم الزبده. ولكن اللي عندكم الهاشوار استعملوه، بطبيعه الحال كيكون اسهل. صافي كيكون الخليط على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا بحال الكسكسو. دابا غادي نضيف ليه الماء، غنبقى نضيف غير قطره بقطره، تقريبا واحد 4 كاس ديال الماء اللي غادي نحتاج، ماشي بزاف، وحتى هو ضروري يكون بارد. وتقدروا تستعملوا حتى الحليب الا بغيتو. المهم العجينه كتكون على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، ما كتكونش رطبه، يلا كتجمع وصافي. هنايا خديت واحد الطاوله اللي فرشتها بالبابي كويسون ودرت فيها الاطار. تقدروا تستعملوا المول اللي عندكم، يعني ماشي ضروري. المهم غتاخذوا هذيك العجينه وغتسرحوها بيديكم في الاطار. من طبيعه الحال دهنتو بالزبده من الجناب، وحتى الورق الطبخ دهنتو بالزبده باش ما تلصقش ليا العجينه. صافي وغادي نديرها في الفران حتى طيب. كتاخذ معايا تقريبا واحد 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. بالنسبه للفران ديالي كندير 150 درجه ديال الضوء، عندكم ديال الكاس ديروا حراره متوسطه. وصافي كتدخلوها كطيب كيف ما قلت، كتاخذ 20 حتى 25 دقيقه. بالنسبه لي انايا كنحاول نبسط هذيك العجينه مزيان باش ما تجينيش واحد البلاصه طالعه واحد البلاصه هابطه. واستعملت القاعده ديال الكاس باش نقادها مزيان، باش نقاد العجينه مزيان. صافي من بعد غادي نوضع الطاوه ديالي في الفران. غادي ناخذ واحد لوبول غادي ندير فيه 100 غرام ديال الزبده، عفوا 150 غرام ديال الزبده ماشي 100 غرام. وغادي ندير فيه سكر واحد 3 حتى ل 4 ديال المعالق على حسب الحلاوه اللي بغيتو، تقدروا تستعملوا اقل او اكثر. غادي نخلط الزبده والسكر مزيان حتى تبدا تذوب، يعني غير حتى تنسجم ليا الزبده مع السكر مزيان ويكون خليط كريمي. بالنسبه للزبده ضروري تكون بحراره المطبخ، يعني تستعملوا غير الدراب اليدوي، ماشي ضروري تستعملوا الكهربائي. هنايا ضفت واحد القبصه ديال الملح. غادي نضيف الروح ديال اللوز. انا هنايا تلقيت في سوبر مارشي اللوز ديال المغرب وخديته، النكهه ديالو زوينه بزاف. صافي غادي نضيف البيض، عندي 3 ديال البيضات متوسطين، غادي نضيفهم مره واحده. وغادي نخلط مزيان مزيان حتى ينسجموا ليا كلشي العناصر. صافي من بعد ما تخلط كلشي غادي نضيف اللوز. عندي هنايا 100 غرام ديال اللوز. اللوز اللي طحنته بالقشره ديالو، ما مقلي ما والو، غير اللوز هكذاك عادي. وغادي نضيف الدقيق، عندي 3 المعالق كبار ديال الدقيق. غادي نضيفهم وحده بوحده، تقدروا تزيدوا اقل او اكثر على حسب الدقيق ديالكم واش كيشرب ولا لا. المهم غادي تشوفوا معايا في النهايه كيفاش خص يكون القوام ديال هذه الخلطه.
هنايا كذلك ضفت راس معلقه ديال خميره الحلويات، خص ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش ثقيله، بين وبين على هذا الشكل هذا. صافي غادي ناخذ هذاك لاباز ديال لاطارت ديالي اللي وضعت في الفرن. من بعد ما خرجته غادي نضيف عليه الكونفيتور. انا استعملت الكونفيتور ديال الفريز وما خصوش يكون جاري، الكونفيتور يكون هكذا ثقيل شويه. غادي نوضعه فوق هذه الطبقه ديال العجين لا باتاطارت، وغادي نسرحو مزيان مزيان. بالنسبه للفران خليته شاعل، يعني ما غاديش نطفيه باش غادي نرجع الطاوه ديالي الفران يكمل الطياب ديالو. صافي من بعد ما سرحت مزيان هذا الكونفيتور، دابا غادي نوضع داك الخليط اللي درت فيه اللوز والبيض، غادي نديرو فوق من الكونفيتور وغادي نسرحو مزيان يعني بشكل متساوي. كيف ما كتشوفوا القوام ديالو بين ما خفيفش بزاف وما ثقيلش، بين وبين. صافي غادي نحاول نسرحو فوق من الكونفيتور، وغادي نرد الطاوه ديالي الفران لعافيتكم مشعوله غير من الفوق. بالنسبه للناس اللي عندهم بحالي الفران كيشعل من الفوق ومن التحت، كنوضع واحد الطاوات في الفوق ديال، يعني غنوضع هاد المول ديالي في الوسط ديال الفرن، وفي الفوق غنوضع واحد الطاوات في الرف الفوقاني باش يحبس ليا العافيه من غنوضع في التحت ديال الفران باش يحبس ليا العافيه من التحت ديال الفران، يعني تكون العافيه غير من الفوق. وهنايا بطبيعه الحال قبل ما نرجع الطاوه للفران درت هنايا دوك الرقائق ديال اللوز، الايفيلي، اللوز ايفيلي، اولا تقدروا ديروا كاوكاو الا ما عندكمش اللوز. صافي غادي ندير واحد الكميه مهمه يعني نخبي بها كلشي العجينه، وغادي نوضع الطاوه في الفران باش تكمل الطياب. صافي من بعد ما طابت غنخليها حتى تبرد، ضروري تخليوها تبرد باش داك الكونفيتور ما يسيحش لينا. غادي نحاول بالاستعانه بالسكين باش نفكها من الجناب ديال المول، وغادي نحيد هذاك الاطار. صافي غادي نخليها حتى تبرد 100% عاد باش غادي نقدمها ان شاء الله. هي كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي زوينه بزاف يعني لذيذه. هي ماشي طارت 100% ولكن بين وبين، المهم هو انها بنينه. نتمنى انكم تجربوها، راه كتجي هائله. هنايا معروفه يعني كاينه في بريطانيا معروفه هذه الوصفه، كيقدموها بزاف في القهاوي هكذا لي كافي. رائعه جدا، نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. بهذا كنوصلوا لنهايه الفيديو ديال اليوم. كنشكركم على حسن المتابعه. الا تفرجتوا في الفيديو ما تنساوش ديروا ليه لايك الا عجبكم من طبيعه الحال، واللي ما مشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديال الفيديوهات. ونخليكم ولقاكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.